بفتح التلاجة لقيت فيها بواقي خضار، ولقيت فيها كمان ربع كيلو من اللحمة. يا ده ربنا بيحبني بقى اللي انا لقيت ربع كيلو من اللحمة. وبشوف طبق البطاطس لقيت فيه بطاطسيتين. قلت لا بعد انا هاخد كل البواقي بتاع التلاجة ديت وهعمل بيهم غدوة حلوة قوي، بما اننا اخر الشهر واخر كمان الاسبوع. اللي عملت بقى وجبة اقتصادية وسهلة وجميلة جدا وهتوفر كتير جدا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. جبت البطاطس بتاعتي، قشرتها وغسلتها غسلة كويسة، وقطعتها معايا كده مكعبات زي ما انتوا شايفين. وخدت كمان الفلفل قطعته والطماطم والبصل، قطعت كل الخضار بتاعي. جبت بقى الصينية، حطيت معايا الخضار وحطيت معايا ربع كيلو اللحمة، وقلبته كده كله في بعضه علشان يفك معايا اللحمة. وبعد كده هحتاج البهارات خفيفة وسهلة جدا: ملح وفلفل اسمر وبابريكا والسبع بهارات، معلقة من الملح وربع معلقة من كل البهارات ديت. وقلبت كل ده، قعدت قلبت كله في بعضه لحد ما كله يشرب من البهارات. جبت بقى معايا معلقتين كبار من الصلصة وعليهم نص كوباية من المية وقلبتهم كده في بعض، ورشيتها بقى فوق الصينية ودخلتها معايا الفرن. وطلعت من الفرن رهيبة، ممكن تعملي جنبها حبة رز. انا بقى اكلتها بعيش. شايفين جمالها؟ رهيبة، كله دايب والبطاطس دايبة والخضار، واكلة من بواقي التلاجة والله العظيم. رهيبة مع حبة جرجير. وعملت كمان حبة بتنجان بالدقة. يا خراشي على الاكلة ديت، الاكلة ديت هتأكلنا لحد ما نشبع. شايفين شكلها؟ يا خراشي. ناخد بقى كده لقمة منها مع حتة من الجرجير. يا خراشي على الجمال وعلى الحلاوة. دي بقى الأكلة اللي بتخش على القلب بجد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد.